فرق الإنقاذ تعثر على الجثة العاشرة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية في كفر الشيخ. نقعد بقى عند ده خبر اسود. اغلب محافظات الدلتا، قرى الدلتا، بتلاقي الشباب بيلموا 50 60 الف جنيه او اكتر او اقل ويطلعوا في مراكب غير شرعية. المركب دي توصلهم لحد عرض البحر او نصه وتسيبهم بقى مع الريح ومع الهواء، بيرجعوا موتى. الحكاية دي بدأت من ايام حسني مبارك، والحقيقة لم تتوقف حتى هذه اللحظة. شوف بقى حسني مبارك يعني وصل دلوقتي لألزهايمر شخصيا، بيبقوا اصحاب هما الاثنين، ومع ذلك ما تنساش الموقف ده او القصة دي. النهارده او يعني قصدي وقعوا مجموعة من اهالي كفر الشيخ، كانوا او شباب كفر الشيخ. دول شباب الدولة اللي زي ما قلنا في المقدمة لا بتحترم لا المشاريع ولا الانسان. وقعوا ماتوا، لقوا النهارده الجثة العشرة. انا عايز بس اقول لحضراتكم الصور اللي هتشوفوها دلوقتي صعبة. لو حضرتك يعني مودك كويس لف وشك الناحية التانية. لو انت عايز تعرف المأساة اللي مصر عايشاها شوف الصور دي، واخر صورة ارجوك، اخر صورة ركز فيها كويس قوي، وركز في بقية الصور، بس اخر صورة فكرتني بالصورة السورية المشهورة. نشوف كده صور الجثث. ده طفل، هي دي اللي كنت عايز اقول لك اخر صورة. ده طفل من كفر الشيخ، وده شاب او ست يعني معرفش. بص اسمائهم ايه، مين دول. مفيش احترام للبني ادمين. الناس دي كانت هربانه من الجوع، الناس دي كانت هربانه من الفقر، الناس دي كانت هربانه من واقع مرير جدا. لحظه بقى نقف عند دي. العالم كله بلا مبالغه اتهز عشان صوره شبه دي، بس كانت للطفل إيلان. فاكر إيلان ده؟ فاكر الطفل السوري ده؟ العالم كله اتهز، المستشارة الألمانية اتهزت، الدنيا كلها اتهزت عشان الطفل إيلان ده. بس إيلان مبررة قوي. إيلان ربنا ريحه من واقع مرير في بلده سوريا. أهله كانوا خارجين نتيجة حرب أهلية. هات بقى الطفل المصري كده. الطفل ده بقى خارج ليه؟ الطفل ده اتولد، بس انا فرحان له بصراحه. انا فرحان له لسبب، لانه مفيش مستقبل في مصر. الطفل ده كان هيعاني الامرين زي ابوه وامه اللي جابوه معانه. انا بسال كل واحد مصري شاف الصوره دي، انتوا كنتوا عاملين تقولوا لنا ان السيسي انقذنا ما بقيناش زي سوريا، صح؟ ما احنا سوريا كلها اتلخصت في إيلان، مصر برضو اتلخصت. طب إيلان احنا عرفنا اسمه، مين ده؟ مين الطفل ده؟ مين الطفل ده واسمه ايه؟ وهل احنا ما بقيناش سوريا؟ هو لازم يعني ندك بالقنابل عشان نبقى سوريا؟ هو لازم يعني عشان نموت نتدبح، نتجرح ونتدبح؟ ولا يكفي بس ان طفل زي ده خرج في رحله هو ما يعرفش يعني بحر، ولا عارف يعني سيسي، ولا عارف يعني دين اصلا، ولا عارف يعني اخلاق، انما خرج ورجع كده؟ مين ده؟ انا كل ما اشوف صوره طفل زي ده افتكر امه، افتكر امه لما كانت حامل فيه وشهرين، وافتكر اهلها لما فرحوا انها حامل، وتفتكر معجزه ربنا ان في روح بتتكون جوه رحم، وتفتكر لما امه ولدت والناس اتلمت حواليها عشان تبارك لها. خرج رجع كده على الرمله دي. تعرف تقول لي انت احسن من سوريا في ايه؟ مستني ايه بقى عشان يقعد يقول لك والله ما خليناش لا سوريا ولا خلانا هباب؟ هو كده ما بقناش سوريا؟ ده كان الاخير. خلينا ناخد قالوا. عناوين النهارده عناوين برضو مش مختلفه ومش هتختلف، وطول ما السيسي قاعد عناويننا تقريبا احنا يا جماعه تقريبا بننقلها هي. اول عنوان مقتل ناس في سيناء. هات كده من غير ما ابص، انا هعمل عينيا كده وابص. لا، اول عنوان للاسف مقتل بس مش في سيناء. رقم 15 في قائمة التصفيات حتى الآن. الداخلية تقتل مواطنا بمنزله في الوراق وتزعم انتمائه لجماعة أجناد مصر.
15 دي عشان تعرفوا، بس عشان اوضح لحضراتكم، مش ده القتيل رقم 15 اللي قتلته الداخليه، لا، دي الحاله رقم 15، دي الواقعه رقم 15. تفرق ايه؟ افهم حضرتك تفرق ايه. تفرق ان في واقعه من ال 15 دول مات فيها 9 او 11 بتوع شقه اكتوبر. تفرق ان في الحاله دي، في ال 15 دول، الحاله او الواقعه بتاعت اللي ماتوا في المعادي. يعني انا بتكلم على وقائع مش على عدد ضحايا. النهارده الحاله او الواقعه رقم 15، انما ال 15 دول فيهم كام ضحيه؟ كتير. فالنهارده الحقيقه بيمارس مجدي عبد الغفار اللي تم التجديد له في الحكومه الاخيره دي، اللي مرضي عنه جدا من عبد الفتاح السيسي، اللي قتل ريجيني او تسبب في قتل ريجيني، اللي مش عارف لحد دلوقتي يجيب مين اللي وقع الطياره الروسيه، الفاشل امنيا في كل حته، بيمارس لحد هذه اللحظه، لانه ده ابن من ولاد حبيب العدلي، او دي طريقه حبيب العدلي، الصفات الجسديه. حتى الان دي الواقعه رقم 15. السؤال اللي قلناه في المقدمه، دي الواقعه رقم 15 اللي بيموت فيها مصري، بيتفتح شقته ويتم تصفيته زي سيد شعراوي، اللي بدات من سيد شعراوي في شهر مارس 2015، مش كده صح؟ تقريبا من ساعة السيد شعراوي لحد النهارده بيموتوا الناس في الشقق بدعوى انه تم تبادل اطلاق الرصاص. خلاص؟ سيد شعراوي قتل في مارس، كان بداية استلام مجدي عبد الغفار. مجدي عبد الغفار بينفذ طريقة تاخد الناس وتوديها معالي السجن ليه؟ وتقعد تعمل لها نيابة وتحبسها ليه؟ السجون مليانة، صفي واخلص. وحصلت معايا انا شخصيا وحكيتها كتير. اللي بعده، مصرع مجند جيش وإصابة 2 آخرين في تفجير مدرعة بقرية المهدية في رفح. ده يؤكد ان اللي هو عسكر اللي جابه السيسي ولا حس ولا خبر. ادي مجند مصري راح واتصابوا 2 في تفجير مدرعة. فين بقى الأمن؟ كنا كلمناكم يوم الثلاث اللي فات انه السيسي تم ضبط رسالة سرية، السيسي بعتها للرئيس الامريكي اوباما اللي قرب يخلص خلاص قدامه شهرين 3 يعني. بعد بيقول له تعالى واعمل قواعد عسكريه في سيناء. اللي نشر الرساله دي موقع ديبكا الاسرائيلي مش احنا. موقع ديبكا نشر الرساله وتم ترجمتها. بيقول للراجل تعالى خش سيناء يا معلم، اقعد حارب معايا، اعمل قواعد. ما حصلتش في التاريخ، ما حصلتش في تاريخ مصر ان رئيس مصري بيطلب من امريكا فور فري مجانا انه يجي ويعمل قواعد ويعيش في البلد. ما حصلتش في التاريخ. اللي بعده، المؤبد مع الشغل لامين الشرطه قاتل درابوكا سائق الدرب الاحمر. الحقيقه اهالي الدرب الاحمر المحترمين اللي هم اهلي، اللي انا بحييهم من هنا، اللي هم نبدا بقى من ورا درب سعاده كده، من ورا باب الخل، من ورا قصدي مديريه الامن، لحد يا عم ما تروح المغربلين على شارع محمد علي وسوق السلاح في الاخر، وتطلع يمين شمال كده من تحت بوابه المتولي، تطلع لحد ما تطلع على النحاسين. انا بحيي كل الناس دي. بس انا عايز اقول لحضراتكم الناس دي فرحت قوي النهارده. فرحت لان اللي قتل عادل درابوكا الله يرحمه ويحسن ليه، السواق اللي اتقتل نتيجه اختلاف مع امين شرطه، واللي اتصور بكاميرات. الامين الشرطه ده النهارده خد مؤبد مع الشغل. الاهالي في المحكمه بتوع الدرب الاحمر يعني كانت النهارده فرحتهم يعني ما شاء الله عليهم. بس لحظه، دول اهلي، دول ناسي. يعني انا ممكن اقول لك حارات الدرب الاحمر حاره حاره، والله والله حاره حاره وعطفه عطفه. بس انا عايز اقول لهم عشان كده يعني اوعوا تفرحوا قوي. ده حكم درجه اولى، ده حكم درجه اولى مؤبد مع الشغل. هدي لحضراتكم يا اهلي يا اللي في الدرب الاحمر مثال. فاكر اول حكم على مبارك كان كام؟ وحبيب العدلي كان مؤبد. طب الحكم لما بعد كده استئناف افراج. طب فاكر حكم على قتل سيد بلال؟ كان برضه رقم بعده ولا حاجه. دي طريقه بتعملها مصر او النظام السيسي مع الناس عشان يمتص غضبكم. يعني صدقوني دي زي ما بيسموها الساده المحامين بقى، هم يعرفوا احسن مني، دي بيسموها درجه اولى في التقاضي. يعني الاول مؤبد، الناس فرحت في قاعه المحكمه وشفتها النهارده، كنت سعيد جدا ليهم. بس عايز اقول لهم خلي بالكم، ده درجه تقاضي اولى. هيجي بقى امين الشرطه ده بقى يعمل بقى اسمه ايه ده استئناف
والاستئناف يقبل وتشكل دايره اخرى، وبعدين يقف قدام الدايره الاخرى يقول لك اصله مجنون، اصل والدته كانت بتولد وهو بيحاسب الراجل فاتضايق لان طلع له بنت مش ولد. اي حاجه بقى، اي عك استوائي، فيطلع امين الشرطه براءه او ياخد 3 سنين سجن قتل خطا. انا بقول لاهلي في الدرب الاحمر فرحتكم النهارده على راسي، بس احنا اتعلمنا مع النظام ده، واللي ما يتعلمش من النظام ده حاجه يبقى ما بيشوفش. اتعلمنا ان دي الحركه اللي بيعملها، هو يكلم القاضي يديله مؤبد فيجي واخد مؤبد، نفرح احنا زي ما حسني مبارك خد المؤبد. طب افكرك بحسني مبارك، اول مره مؤبد فرحنا وهللنا في الشوارع. طب تاني بقى لما عمل استئناف وقف الراجل القاضي قال جمله مشهوره جدا: عودوا براءه وعودوا الى مقاعدكم. صح؟ ارجوكم خلي بالكم، الراجل بيعرف يمتص كويس قوي غضب الناس. اللي بعده، جمعيه السياحه الايطاليه توقف جميع الرحلات الى مصر. ناخد دي النص ده يا حوده. احنا كنا اتكلمنا في المقدمه على الشعب الايطالي كله ملوش دعوه بقى ازمه الدواء ولا ارتفاع مش عارف ايه ولا عندهم مشاكل ايه، لا ريجيني بقى فوق مستوى الحكومه. عشان كده جمعيه السياحه الايطاليه بتوقف جميع الرحلات الى مصر. جمعيه السياحه الايطاليه دي لما حضرتك هتعمل سيرش عليها اوعى تصدق انها تبع مثلا وزاره السياحه الايطاليه، اوعى تصدق انها جمعيه منبثقه عن غرفه الصناعه التجاريه حكومه، لا دي جمعيات منتخبه وهيئات مستقله. هذه الجمعيه قررت كده انها توقف رحلاتها لمصر اعتراضا او حتى ياتي حق ريجيني، مين قتله وناخد حقه ازاي. ده على المستوى الشعبي. قول لي في مصر الناس عملت ايه لما اتقتلوا 15 واقعه لحد دلوقتي؟ ولا حاجه. تعال بقى، ورئيس الوكاله الفيدراليه للسياحه الروسيه يؤكد ان عوده الرحلات بيد بوتين فقط. احنا بنتكلم على دوله مركزيه بقى زي روسيا. الراجل بقى رئيس ده الوكاله الفيدراليه دي وكاله حكوميه، يعني فرق، يعني دوله. رئيس الوكاله الفيدراليه بيقول ان والله احنا مش في ايدنا حاجه، انما عايزين نرجع السياحه الروسيه لمصر، دي في ايد اسمه ايه ده بوتين نفسه. انا عايز اقول لحضراتكم، انا رحت المناطق اللي هتكلم عليها دي. في مناطق عندنا اسمها حماطه يا علي، وهي بعد راس اسمها مرسى علم كده بشويه. حماطه بقى وشلاتين وقرب، يعني بين شلاتين ومرسى علم في شويه مناطق سياحيين كويسين قوي، حاجه مناظر خلابه يعني. السياح الروس بيروحوا مصر، انا بكلمك على 2007 يعني 2008، ب $40. شوف بقى ال $40 بقى شامله ايه؟ شامله الطيران رايح جاي والاقامه والاكل والشرب. فكنت انا بعمل مشروع هناك، فكنت كل ما اروح الاوتيل الاقي المطعم زحمه وما تلاقيش اكل. فلما سالت مدير الاوتيل هو ايه اللي بيحصل، ليه الاكل بيبقى عامل كده؟ قال لي لان الروس بيجوا هنا ياكلوا، يقعدوا اسبوع ياكلوا، يقعدوا اسبوع في الاوتيل بيحشوا بس. دي السياحه الروسيه عموما، يعني ده اللي عايز اقوله. ورغم كده عوده السياحه زي ما بيقول الراجل اللي هي ملهاش اي 30 لازمه، الناس بتروح تاكل بس، عوده بايد بوتين. بس السؤال بقى، هو بوتين ده مش برافو عليك، كنت لسه بقول السؤال. هو انتوا مش كنتوا حبايب يا جماعه ولا ايه؟ مش لبسك الجاكيت ياض؟ ولا مش لبسك الجاكيت وقال لك انت حبيبي يا حلو يا اسمر؟ امال راحت فين الصداقه دي؟ راحت فين الصداقه؟ وهو بعد ما لبسك جاكيت اسمه ايه بتاع يوسف شاهين في فيلم باب الحديد، خلاص يعني مش باينه الصداقه، يعني العلاقه دي ملهاش اي 30 لازمه. ليه بقى؟ لان بوتين مش مجنون، لا بوتين راجل سياسي. بوتين وقع له طياره كامله عليها ناس كتير 200 وحاجه. فقصه مش ان انا بحبك عشان سواد عينيك، لا ده انا ورايا شعب، حتى لو انا اللي بتحكم في كل حاجه. بوتين برضه يخاف على شيء، لكن في نفس الوقت بوتين بيزنس مان. انا ممكن ارجع كل حاجه، بس هاخد ايه عشان ارجع لك؟ لكن اوعى تفتكر ان الاحضان الدافئه هي علاقتنا، لا يا معلم، ده في حاجات تانية كتير قوي زي ما انا قلت زمان، حاجات كتيره قوي لو ناوي تحبني. اللي بعده، وزيرة الاستثمار تخصص الوزارة وتعين موظفين من شركاتها السابقة أوراسكوم بدلا من موظفي الوزارة. الست داليا خورشيد الحقيقة وزيرة الاستثمار اللي جاية من أوراسكوم، اللي ساويرس طلع كذاب قوي، ساويرس يقول لك أنا ما أعرفهاش. يا راجل والله دي عزتك كانت بتشتغل فين؟ في شركتك. ما علينا. الست راحت عملت إيه؟ جابت طقم سكرتارية كامل من شركة أوراسكوم
وجابت طقم مساعدين ومشت تقريبا 13 او يمكن 17 رقم مش فاكره قوي، واحد من الحكومه بقى، موظفين الحكومه اللي قاعدين بقى، وزير داخل وزير خارجيه، تلاقي مدير مكتبه هو والسكرتيره هي والست اللي بتكتب على مش اكاد بس يعني لازم تبقى فيه هي. راحت الست داليا خورشيد بقى ستايل بقى واي او سي وريسيرش والحاجات دي، راحت داخله مفوره الطقم بتاع اخبار الاهلي والزمالك ايه، عارف الموظفين دي، راحت جابت هي بقى بتوع راسكم. مش بس عملت كده داليا خورشيد، دي خبطت خناقه مع الحرس هي بتقول لهم ما تاخدوش اوامر غير مني انا بس، هي افتكرت نفسها منى زكي في الفيلم بتاع تيمور وشفيقه ده، فقالت لهم ما تاخدوش اوامر غير مني انا بس. طبعا دي شفيقه. تيمور بقى اللي هو الحارس بتاع اللي هو احمد السقا، لا يا فندم احنا بناخد اوامرنا من وزاره الداخليه مش من حضرتك مالكيش علاقه بيا. طبعا السقا حمي قوي، ردت عليه منى زكي قالت له طب انا هوريك، لطشوا ببعض الاثنين. الفيصل هيبقى مين؟ السفاح مجدي عبد الغفار اللي بعده.